الجمعية الطبية العربية بالنمسا تشمل جميع الأطباء العرب الناطقين باللغة العربية في النمسا. الجمعية النهاردة بتشهر اسمها وبتشهر تواجدها في المجتمع النمساوي. اليوم انتخابات للإدارة لهذه الجمعية، نتمنى لهم التوفيق. تحياتي، أنا دكتور غزوان أكتا، طبيب أسنان بالحي الرابع بفيينا من أصل سوري. نحن اليوم عندنا مؤتمر تأسيسي للجمعية الطبية العربية لانتخاب هيئة إدارية. المؤتمر فيه مشاركين حوالي 150 شخص، أعداد المنتسبين عندنا حوالي 140. في غالبيتهم أطباء وأطباء أسنان وصيادلة مسجلين في نقابات الأطباء في النمسا. الهدف من إنشاء الجمعية تقوية التعاون والروابط بين الزملاء في النمسا وبينهم وبين الوطن الأم، وبناء علاقات اجتماعية ومهنية تخدم الجميع. تحياتي. السلام عليكم، أنا الدكتورة حنان خليفة، عندي عيادة في 16 وبشارك النهاردة في الجمعية العامة للأطباء العرب عشان نعمل انتخابات ويبقى في اتحاد جميل وفي شفافية وفي انتخابات، وأرجو التوفيق والسداد لكل الناس وربنا يوفقكم يا رب جميعا. أنا دكتورة هدى علي، استشاري نساء وتوليد في فيينا في الحي التاسع. أنا من أصول مصرية. أنا مبسوطة إن أنا معاكم النهاردة هنا عشان نشارك في حاجة بتتبني وهتكون ليها دور لينا وللأجيال اللي ما بعدينا في النمسا تبع الأطباء العرب. عليكم، معاكم الدكتورة جيهان إبراهيم، فخ أسفل الجمال ميديسين من فيينا. النهاردة تجمع للأطباء، انتخابات الجمعية العربية. ربنا يكتر يا رب الجمعيات ونتمنى لهم التوفيق يا رب. دكتور شادي أبو ظاهر، أخصائي باطني وأمراض كلى في الحي الرابع، رئيس اتحاد الأطباء والصيادلة الفلسطينيين في النمسا. بنهنئ الإخوة بالجمعية الطبية على عرسهم الديمقراطي، وبنتمنى وحدة الأطباء والصيادلة العرب في البلد ليكون الصوت إلنا، خاصة في نقابة الأطباء ومن أجل خدمة قضايا شعوبنا في المنطقة. ودمتم ودام عليكم. معك الدكتور محفوظ العكاري من ليبيا، اوبر ارتس الجيمان فيسرال كيروجي في هولابرون. لي حوالي 4 سنوات ونص في النمسا. كنت اشتغل قبلها في بريطانيا، والان يعني حبيت الاشتراك في المؤتمر السنوي والانتخابات بحيث نقدر نجدد دماء جديده في ان شاء الله بالنسبه للاطباء، ونتقدم خطوه في المجتمع الطبي الموجود في النمسا يعني، وخاصه في فيينا ان شاء الله، بحيث نقدر نساعد الجاليه العربيه والمسلمه باذن الله والاسلاميه. ان شاء الله حتكون فرصه طيبه باذن الله. السلام عليكم والله يسعد ايامكم. الجمعيه الطبيه العربيه في النمسا بدات تاخذ معالمها وتاخذ خط جديد. صباح الخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أنا دكتور أحمد الجندي، طبيب مصري مقيم في النمسا من 2007 تقريبا. طبيب بشري، طبيب عام وطبيب أسرة. تحية طيبة، معكم الدكتورة رولا الحربي، طبيبة عامة وطبيبة عمل وماسترز بالبابليك هيلث. نحن اليوم بأوتيل الميريديان بالانتخابات الأولى للهيئة الإدارية للجمعية الطبية العربية في النمسا. جمعية بديت بفكرة وانطلاقتها من 24 نوفمبر 2024. راح يكون كيان مستقل إداريا وفكريا، يضم جميع الأطباء، أطباء الأسنان والصيادلة الناطقين باللغة العربية في النمسا. الهدف من هذه الجمعية دعم الأطباء بجميع المجالات، مساعدة الطلاب، وكمان محاضرات، مساعدة الأطباء اللي بدوا بالتخصص، وبنفس الوقت هي دعم بالمعلومات لجاليتنا العربية في النمسا. من الرسائل الأساسية لهذه الجمعية الطبية العربية في النمسا أنها هي مفتوحة لجميع الأطباء الناطقين باللغة العربية في النمسا،
إن نعمل كعمل جماعي، ما في فرق بأي تخصصات، كلنا متساويين وبالاتحاد قوة، وهذا جسدناه بهذا العمل اللي نفذناه لحد الآن. وبالنهاية نجاح هو عدم تكرار الأخطاء. صباح الخير، أنا اسمي دكتورة عبير أندراوس، دكتورة أسنان في ال 22. بيسعدني إن أنا أبقى موجودة النهاردة في وسط زملائي طبعا عشان انتخابات اللجنة الإدارية للجمعية الطبية العربية، وأتمنى التوفيق يعني، وإن إحنا كلنا نبقى جمعية متحدة مع بعضنا، لأن طبعا اتحاد قوة. أتمنى التوفيق للجميع. دكتور قصي سيد عيسى، أخصائي جراحة عامة. اليوم حبيت شارك في الجمعية التأسيسية بمناسبة انعقاد المؤتمر التأسيسي للجمعية الطبية. طبعا حبيت شارك إيمانا منا أنه نحن كأطباء لازم يكون لنا دور فاعل بالمجتمع هون بالنسبة للعرب، ويكون لنا دور محوري كمان، ويكون لنا صوت. طبعا بتمنى للجمعية أنه تكون بجميع الأهداف اللي بنيت عليها بشكل سليم، وبتمنى لهم النجاح والتوفيق. يعطيكم العافيه. طبعا اليوم المؤتمر التأسيسي وانتخاب الهيئة الإدارية للجمعية الطبية العربية بمكان. يعني ان شاء الله الانتخابات والتحضيرات كانت جيدة جدا، العملية الانتخابية تمت بشفافية، كل الموجودين كانوا يعني راضين عن الموضوع. بتمنى تكون خطوة للأفضل ان شاء الله للمستقبل، بداية وحتكون ان شاء الله العمل والجهد للأجيال الجاية ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم، أنا غانم الشمير، طالب سنة 5 بدرس في جامعة إنسبروك. سبب مجيئي للمؤتمر إنه نستفيد من خبرات الدكاترة الزملاء، يتعلم الواحد مثلا من خبراتهم ونستفيد مستقبليا، ونبني مثلا من الأخطاء اللي تعرضوا لها مثلا زملاء، بحيث إنه ما يوقع فيها الإنسان من جديد. وعلى الاساس جينا هون، يعني دعينا كطلاب طب هون، وان شاء الله نتمنى يعني كل الخير للزملاء، ونكون ان شاء الله يعني مستقبليا مساعدين ايضا بالجمعيه. انا علي العبادي، حضرتي من العراق ودرست في انسبروك، وحاليا ادرس بالدي بي يو في نيدا اوستغايخ اللي بالضبط بكريمس، وطالب سنه اولى. اهلا بحضرتك. حضرتك مشارك النهارده بصفتك عضو في الجمعيه؟ انا بصراحه حضرت الجمعيه مشان يعني بكون بتعرف على الدكاتره اللي خلينا نقول ممارسين، واشوف انه شنو اللي ممكن يقدموه للاجيال المقبله، حتى احنا خلينا نقول نمسك الطريق اللي هم بدأوا بيه ونكمل بيه باذن الله. طب ايه الافكار اللي حضرتك ممكن تقترحها بحيث ان هي تساعدك بعد كده؟ الافكار بصراحه يعني خلينا نقول حاليا محدوده كثيره جدا، لانه انا طالب سنه اولى، يعني ما عندي الافكار الكثيره اللي ممكن تفيد المجموعه بالوقت الحالي. فممكن بالمستقبل باذن الله يكون عندي افكار بتفيد الجاليه العربيه، وبالاخص يعني بصوره خاصه الدكاتره الاطباء. شكرا لحضرتك.
شكرا لكم اعزائي الكرام، كان معكم على المغاورين من فيينا كان.